أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمون. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز المصرية. بنحتاج نص كيلو رز بننقعه في المية ربع ساعة، وبنحتاج 750 جرام لحمة بقري ما فيهاش دهون، وبنحتاج شبت وبقدونس وكزبرة وتوم كتير وبصلاية وفلفلاية حامية. أول حاجة بنفرم البصل والفلفل والثوم، ممكن نستخدم الكبة وممكن نستخدم المفرمة. بنحطها على اللحمة وبنفرم بعد كده الخضرة لوحدها. بنحط كل حاجة نعملها على اللحمة. بنفرم الرز بعد ما بنصفيه كويس قوي من المية. التوابل بنحتاج معلقتين صغيرين ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة شطة او بابريكا، ونص معلقة صغيرة كمون، وربع معلقة قرفة. بنبشر جوز الطيب فريش حوالي تلت واحدة. بنعجن كل حاجة مع بعضها كويس. بعد كده بنبتدي نفرمهم كلهم مع بعض تاني عشان تنعم. بنفرمهم لحد ما يعملوا عجينة نقدر نشكلها ويثبت الشكل اللي نعمله فيها. بنغطيها وبنشيلها في التلاجة لمدة ساعة. بعد ساعة بنبتدي نشكلها. ممكن بنجيب زيت بنغمس ايدينا فيه وبنشكلها على شكل أصابع أو كرات. ممكن نشيلها نحتفظ بيها في الفريزر لمدة شهر أو نقليها في الحال. بنقليها في زيت غزير سخن لحد ما يبقى لونها بني وتبقى كريسبي مقرمشة. ممكن ناكلها وهي مقرمشة أو نحطها مع صوص طماطم وناكلها مع رز بشعرية. لو عايزين وصفة صوص طماطم هتلاقوا الرابط في آخر الفيديو. وبالهنا والشفا. ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، وأشوفكم في وصفة جديدة. باي.